باذن الله يتوفق الحضري كده في صدها ان شاء الله. ادي اليوم نيانتي بيرجع اللعيبه خارج حدود منطقه الجزاء، وضرب الجزاء للمنتخب الغيني. ادي الصفاره وكامارا والحضري. كامارا يا حضري راح معاها صح قوي يا صاب الحضري، لكن قويه وتعدي، واول اهداف اللقاء لعبد الله كامارا والمنتخب الغيني. يلا مش مشكله باذن الله قادرين نعوض. هدف اول من ضربه جزاء مشكوك في صحتها تماما ضربه الجزاء دي، ولكن ملعب الاهلي وكابتن محمد الليثي وضيوفه الكبار الدكتور طه اسماعيل والكابتن زكريا ناصف اكيد هيبقى لهم تعليق على ضربه الجزاء. هدف اول واول ظهور على قرب له مين خش بقى، مش معقول مش عايز تدخل لسه، تروح لتمساح، ركز يا تمساح، مين نقل جول هو تريكا من بدايه الشوط. قلت يا ابني الحل عندك، الامل في رجليك، اسجد يا عم حضري. ابو تريكا جول الدقيقه 58. ياي صحيح منتخب الساجدين يا اليوم نيانت. وضربة الجزاء الثانية في اللقاء والأولى لينا. جول يا سلام عليك يا تريكا، تسلم رجليك يا أبو تريكا. الثاني في الدقيقة كام؟ 67 لمين؟ من تريكا من ضربة جزاء. أبو تريكا يضع منتخبنا ثاني في الصدارة. يلا يا رجالة الوقت أهو بيقرب، باقي حوالي 20 ولا 22 دقيقة نهاية اللقاء، نقدر والله. تعادلنا في 18 خسرنا 19. اوعى ده رايح فين ده محمد مرة ده؟ يا نهار ابيض يعني خط الظهر بتاعنا في كرة واحدة محمد مرة وعدى الدقيقة 9 يعني وقت قاتل. قلت لحضراتكم اخطر دقايق على منتخبنا هي الدقايق دي. قطم محمد مرة ده وجاب هدف اتسلم واحدة على طول هنا لزيدان. حلو يا ابني، يلا يا صلاح جول بقى. جول ايوه كده الحق يرجع لاصحابه، مش معقول نمسك كوره ونلعب كل ده. يا سلام عليك يا برادلي يا ابني، افرح محمد صلاح. زيدان قال له تريكا خرج بس انا موجود، ومحمد صلاح على طول الثالث في وقت قاتل في دقيقه 95. ياي انا لسه بقول بس يا رب يكمل فرحتنا بقى، واولادنا يمسكوا نفسهم. هنشوف فاضل قد ايه مش عارفين. هدف